الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء، أبطال هذه الحملة الذين صمدوا معي، بل أقول أنا الذين صمدت معهم، شباب مصر، شباب ثورة 25 يناير، الأبطال الذين وقفوا موقف رجولي من أول يوم، لم يعبدوا أنفسهم لشخص ولا لحزب ولا لهوى ولا في السلطان، وتقدموا وكانوا خير الأسوة لأبناء مصر. هؤلاء الشباب العظيم الذي أتعلم منه كل يوم، أتعلم منه التجرد وأتعلم منه الشجاعة، شبابا وشابات، أتعلم منه الإخلاص والطهارة لهذا الوطن العظيم، أتعلم منه النقاء لرب العالمين. هذا الشباب لمسلمين ومسيحيين قدموا لنا، نحن من سبقهم سنا، ولكننا جزء من شبابهم وحيوياتهم. قدموا لنا أسوة، دائما الأسوات كانت في الكبار وما زالت، لكن لأول مرة في تاريخ الشعوب يتقدم شباب أمة ليكون هو الأسوة. عيني عليك يا عبد. هذا عمل تفتخر به، هذا وضع تفخر به مصر، وكانت مصر دايما على مدار تاريخنا مصر أم الدنيا فعلا، مصر بلد العجائب فعلا. قولوا لي أي أمة كان فيها شبابها رجالها وسيوفها؟ قولوا لي أي أمة كان شبابها أسوة للأمم كلها؟ يا جماعة نقعد من فضلكم، نقعد. الشباب الأمريكي يحسب بحيوية شباب مصر في الوول ستريت في نيويورك ويقول هم أسوتنا يا أستاذة، الانتفاضة ضد الظلم وضد الرأسمالية اللاحقة التي قادت أمريكا للتهلكة. هذه هي مصر أيها الإخوة الأعزاء، هذه هي مصر التي حينما قلنا أنها أم الدنيا ما زال الكثير يبحث عنها. ولما سألوني إذا كانت مصر أم الدنيا فمن أبوها؟ قلت لهم إنها مصر، ومصر هي أم الدنيا وأبيها، والعالم كله يرضى بهذا، وستكون مصر كذلك إن شاء الله. أيها الإخوة الأعزاء، إنني أشكر الجميع الذين شاركونا هذه الاحتفالية، وأشعر فيهم بدفء الطهارة والنقاء والإخلاص. يشرفني دعوة فريق الاستشاريين الذين عملوا معي من أول يوم للتفضل بتشريفنا على المنصة. الأستاذة الدكتورة نادية مصطفى، أستاذ العلوم السياسية. يا عيني يا عيني. الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ النظرية السياسية جامعة القاهرة. مين اللي طيب يا الأستاذ الدكتورة رغاب المهدي، أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية. الأستاذ الدكتور سامر عبد الله، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية. الأستاذ الدكتور هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية. أستاذنا الدكتور كمال الهباوي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بلندن. حفل إطلاق برنامج دكتور عبد المنعم مشكور في جمهورية مصر العربية.
دكتور صلاح شادي مستشار التنمية المجتمعية وعضو مجلس أمناء مؤسسة بلد. أستاذ خالد عضو مجلس أمناء مصرنا ومستشار شؤون العمل العام. دكتورة باكينان أنا شايفك. مهندس زياد علي عضو مجلس امناء الله عليك. مستشار التصوير والتنميه في الحمزه. دكتور احمد ابو الوفا مستشار تنميه الموارد في الحمزه. كان بشهر قولك انصراف عشان عنده برنامج. الاستاذ احمد عبد الجواد مستشار شؤون العمل العام. يجب ان ننوه عن الاخوه المسلمين. حاضر عايز تريح لك. انا انوه عن اعتذار الاستاذ الدكتور عماد شهيد استاذ الاديان وحل نزاعات بمعهد كروب لدراسات السلام الدوليه جامعه شمال السودان، لانه عنده شغل في امريكا الان. الدكتوره هبه رؤوف عندها شغل برضه خارج القدس. الاستاذ الدكتور حسين محمد حسين مستشار الشؤون الشرعيه. يشرفني دعوه مجموعه فريق العمل المهندس اشرف سويدار. مجموعه فريق العمل دي مجموعه ملفات عندها مشاريع جاهزه للعمل. مهندس اشرف سويدار نائب رئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه من فريق عمل تنميه المشروعات القوميه محور قناه السويس. الدكتور وائل بهاء الدين نائب رئيس شركه مايكروسوفت سابقا من فريق عمل تنميه التكنولوجيا. الدكتور خالد الشربيني استاذ الهندسه بالجامعه الالمانيه متخصص في تنميه المشروعات القوميه نحل. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ من فريق عمل تنميه المشروعات القيوميه والاكتفاء الذاتي للحبوب الاساسيه. الدكتور عمرو امام رئيس قطاع الاستثمار ومؤسسه القسم الخيري في فريق عمل تنميه المشروعات القوميه كان فرص عمل وتطوير المشروعات الامين العام والمدير التنفيذي لمؤسسه القرى للتنميه المستدامه تنميه المجتمع. الاستاذ اسماعيل الاسكندراني من فريق عمل تنميه المجتمع المدني مشروعات تنميه القطاعات المهمه. الاستاذ اسيان رجب ناشطه في مجال تنميه ودمج المعاملين.
الاستاذ مصطفى كمال باحث وناشط في مجال تنميه ودمج المعاقين. الاستاذ مصطفى استاذ علم الشحاته باحث وعامل في مجال التنميه المجتمعيه، فريق عمل في المجتمع المدني للمشروع العطائي الصناعي للشباب. مهندس محمد النواوي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لا انا ده فيروس فظيع. مهندس وائل الفخراني خبير الانترنت وتكنولوجيا المعلومات. لا استاذن حضرتك بس عشان تذكر. الاستاذ هلا عبد الخالق اعتبرت يوم يا استاذة ممكن تقعدي قدام. المجموعة التي قامت كانت محمود. يا استاذة من فضلك لو سمحتي يا فضلك بس عشان احنا مش شايفين حاجة، مش عارفين نعمل حاجة، يا ريت من فضلك بس. المكتب التثبيتي دي الحقيقة انا اللي اصريت ان طب ما ممكن حضرتك لو كده واقفة تقفي هنا عشان بس الشاشة ما تتضايقش. رغم ان اعضاء الحملة الابطال اللي عاما وبتشوفوهم الشباب من كتر عمل الفريق التنفيذي يعملوا حوالي 20 ساعة في اليوم، كلهم اشتكوا منهم وقالوا دول ما بيردوش على التليفونات. انا بقول اهو بسبب ان هم مساكين 20 ساعة عمل في اليوم لا يكاد. لكن الابطال فريق العمل، الابطال فريق العمل دول التنفيذي اللي على رأسهم الاخ الدكتور محمد الشهاوي والاخ الدكتور المهندس احمد حسان، هؤلاء الابطال الحقيقة كان في كل وقت وفي كل حين هؤلاء ضحوا كثيرا من اجل هذا المشروع. احمد عادل مدير لجنة دعم المتطوعين، علي البهنساوي مستشار الاعلامي، على فكرة علي البهنساوي ده ليبرالي علي اول ما اشتغلوا له تيجي تشتغل على الدكتور عادل هو معقول، فبيقولوا له معقول ايه؟ قال لهم اصلا هو اللي عمله. لا والله من كل الالوان الطيب. هو الشخص الوحيد اللي بيطلبوا يعمل معاه ان يكون مخلص لمصر فقط، يكون مخلص. المهندس احمد اسامه مسؤول الاتصال الخارجي، مهندس مصطفى عمران مدير لجنة المعلومات، مهندس خالد عاطف مستشار العلاقات، الاستاذ محمد الفنة الجندي المسؤول بتاع الاحتفال، الاستاذ احمد عثمان مدير اللجنة السياسية، الدكتور عثمان ده صيدلي هو الوحيد اللي قدر يصمد في مواجهة الدكتورة رباب المهدي استاذ العلوم السياسية. هي لما الدكتورة رباب اشتغلت معانا قالت الجماعة دول ناس سمعوا ربنا وممكن يكون فكرتهم في السياسة بسيطة، فبعتنا لها الدكتور عثمان فسلمت ده بعد اسبوع على طول. رجل الدكتور عثمان صيدلي، الدكتور اشرف الخاصة مستشار الاستراتيجيات، مهندس محمد يوسف مساعد العبد الفقير،